التقوى التي تبوئك الجنان وتنجيك من النيران، التقوى التي بها القبول والرد. إنما يتقبل الله من المتقين، ما يتقبل الله حسنة قول فعل صلاة صيام إلا إيش؟ إلا من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. فلا بد يا أخوة أن يتحقق عندنا هذه الصفة اللازمة التي تحقق عندك ماذا؟ تحقق عندك هذه الصفة، وهي ملازمة التقوى. توجد فيك إقبال على الطاعات وترك للنواهي والمعصيات، إقبال. تحقق عندك أيها المسلم فرح وفوز. وما السعادة بجمع مال ولكن السعيد هو التقي. السعيد هو التقي. والله تعالى ذكر الزاد والطعام، ولا بد لنا من الزاد والطعام وإعداد الأطعمة، لكن ماذا قال؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وذكر اللباس، ولا بد للمسلم أن يستتر وأن يتستر باللباس الذي يحميه ويحمي جسده من العار. والله تعالى ماذا يقول؟ ولباس التقوى ذلك. وإذا المرء لم يلبس لباسا من التقوى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. فالذي يجمل المسلم معاشر المسلمين ويوجد عنده السعادة والأنس والنجاة هو تحقيق التقوى. يقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.